السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان خلاص قرب، فاضل ايام ويجي. هعمل لكم النهارده تمر بيتباع كيلو ب200 جنيه، ما شاء الله. نعمله بتكلفة بسيطة جدا ولذيذ قوي ومتماسك وحلو جدا. وكل سنة وانتم طيبين. اول حاجة هنجيب 150 جرام سوداني مقشر ومتحمص، هو بيتباع كده. وهنجيب ربع كيلو بلح ناشف. انا هحط الاول السوداني في الكبة، اخليه يبقى زي العجينة كده من غير مية خالص. هو لوحده من كتر انت بتضربيه في الكبة، تشغل عليه الكبة، هو لوحده بيبقى بالشكل ده من غير مية خالص. اوعي تحط عليه مية. تمام كده. يبقى لازم يوصل للسم كده. هنشيله دلوقتي ونحط بعده التمر. التمر انا غسلته بس ما نقعتوش. المفروض كنت نقعته 5 دقايق بمية دافية، بس انا ما نقعتوش، فاحتجت احط عليه 3 معالق مية لانه تمر ناشف. وبينفع بالعجوة، او بيقولوا عليها بره في الخليج يعني سح، ممكن يتعمل بيها. طعمه حلو جدا، صدقوني مش هتندموا لما تجربوه. حلو جدا 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 والنتيجة مشرفة. خلاص كده. انا طبعا الكبة كانوا شوية، ربع كيلو بلح كانوا شوية على الكبة، فنقلتهم في الصغيرة عشان انا عايزاه ناعم. هو ده الشكل اللي انا محتاجاه. شايفين؟ هخلطه بقى على السوداني اللي انا عملته في الاول، وحطيته في التلاجة 10 دقايق قبل ما اشكله. انا دلوقتي هعجنه كأني بعجن عجينة عشان يختلط كله في بعضه كويس قوي. تمام. انا دلوقتي هعجنه كويس قوي وهحطه في التلاجة علشان هحمص سمسم بس من غير زيت. دول 3 معالق كبار سمسم منقياهم وبحمصهم من غير زيت خالص على نار هادية. اول بسخن الطاسة وبعد كده بهدي النار. عايزاه دهبي عشان هو لما بتحمص بيديني نتيجة حلوة. شايفين؟ مفيش زيت، من غير زيت خالص. برش كده السمسم وبقسم العجينة بتاعة التمر والسوداني نصين. مش هنحطها بقى في فرن ولا كلام من ده طبعا. وبشكلها بالشكل ده وبقوم حطها في السمسم، بغطيها بالسمسم كلها. بعمل النص التاني نفس الطريقة. تمام كده. هو لا بيلزق بقى في الايد ولا اي حاجة، ما تخافيش. يعني انا حتى بشكله بالجوانتي، ما بي مش بيزاولني يعني. سهل قوي. شايفين متماسك ازاي؟ لو انت هتنقع البلح 5 دقايق في مية دافية، ما تحطيش عليه 3 معالق مية. انا دلوقتي عملته كده وبكوره دلوقتي بالشكل ده عشان انا عايزه السمسم بعدين من بره، يعني فاهمه؟ بدل ما اقعد اعمل واحده واحده يعني، بيبقى كده اسهل. مش هياخد منك وقت كبير. انا هخلص كله، حطيته في اللي هي بتاع الكب كيك، الميني كب كيك دي. ومش لو مش عندك على فكره ما تحطيش في حاجه عادي يعني، ما فيش مشكله. حطي في صينيه او طبق على طول، ما بيلزقش. السمسم بيخليه ما يلزقش، زائد ان هو مش سايل يعني. وبتقدميه بقى قبل الفطار، او لو انت عازمه ضيوف عندك على الفطار بتديلهم منه، بيبقى حلو جدا ولذيذ. وبيتاكل مع القهوه. انا مدمنه قهوه اصلا وبحبها، فباكلها مع القهوه. ده جوز الهند معلقه واحده. هعملها بالشكل ده. واللي انا حطيته عليه في الاول ده السوداني، انا مقطعه بالسكينه، مش عايزاه ناعم بودره، عايزاه مجروش. وده الشكل النهائي بتاعه. ما شاء الله شكله يشرف وحلو جدا ومفيد على فكره، ومفهوش سكر زياده، وسكره مش اوفر يعني. وحلو جدا. ويا رب تجربوه. ولا حطيت عليه شوكولاته ولا اي حاجه، حاجات بسيطه وتكلفه بسيطه، وشوف الشكل مبهر ازاي في الاخر. ويا رب يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يبلغنا جميعا رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. يا رب يعود عليكم بخير.
واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.